الواحد يقدر يقول قدام الحاجات ديت، بس هي يعني فعلا زي ما الناس بتقول بره هي كارثة يعني. فنتمنى ان هي ما اعتقدش انها تتكرر تاني، بس احنا عايزين بس الحقيقة يعني. يا ريت الناس تقدر تستوعب، المسؤولين، الشرطة، الحكومة، اي حد، لان انا واحد من الناس قاعد في البيت بسمع كلام كتير يعني. انا اصلا مش قادر انزل الشارع ونسمع كلام ان في ايدي خفية فاحنا عايزين نعرف الحقيقة بس عشان يبقى في امن وفي استقرار في البلد. بعزي جماهير الاهلي اللي كانوا في الاحداث واللعيبه، الله يكون في عونهم طبعا. يعني احنا شفنا الموضوع في التلفزيون ومش مصدقين وزعلانين، ما بالك بقى اللعيبه والجمهور. فالناس مالهاش ذنب، راح تشجع ناديها وبتحب ناديها، بقاء الله وربنا يصبر اهاليهم. بقاء لله، الشعب المصري بأكمله، المجلس إدارة النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي طبعا اللي اتحطوا في موقف صعب جدا، وإن شاء الله يقدروا يخرجوا منه. وطبعا الواحد حزين على اللي بيحصل في مصر.